النهارده هتكلم معاكم على موضوع مهم جدا 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 جدا، وهو الشغل على النت. ناس كتير قوي ما يعرفوش ان النهارده ان انت في زمن اسمه زمن التكنولوجيا وزمن النت. انت حرفيا في زمن النت. انت كل حياتك اللي انت عايشها المحيطة بيك كلها هي نت. انت في عصر التكنولوجيا، لو هتسمي القرن ده باسم هو قرن التكنولوجيا. طيب هسألك سؤال وعايزك تجاوبني عليه تحت في الكومنت. وقف الفيديو وانزل جاوب وتعالى لي تاني. هل ممكن الواحد يعمل فلوس من النت؟ بس انا عايزك تقول لي يا لا. طبعا اللي اتفهم لكم ان انت عشان تعمل فلوس من النت تتعلم مهارة، المهارة دي تبيعها بفلوس. كلام عظيم جدا، كلام انا بص اقول لك يتدرس في الكتب. حلو قوي، هي الجملة صح والكلام صح وبالملي، بس تطبيقك للكلام غلط. عشان كده ما بتعرفش تجيب فلوس. وهثبت لك وبالدليل. هقول لك على حاجة. انت دلوقتي لو مثلا هنقول انك اتعلمت التصميم في الفوتوشوب، تمام خدت لك كورس وبقى عندك الاساسيات او البدائيات زي ما بيقول. هل في رأيك انت هتخش شغلانات ب 500 و 700 دولار ولا هتخش شغلانات ب 2 و 3 دولار؟ رد عليا. واحد مبتدئ هيخش شغلانات ايه؟ بفلوس مبتدئة. امال انا دلوقتي يا محمد، معلش انا اسف، انا راجل طموح، تمام مفيش مانع، عايز اعمل شغلانات مبالغ. طيب يبقى نيجي لاول نقطة، وهي انك تاخد وقتك في التعلم. خد وقتك خالص. خليك شغال الشغلانة بتاعتك الاساسية اللي انت شغالها. وقت ما تروح خد لك ساعتين في الكورس اللي انت شغال فيه، ساعتين كورس في التاني في التالت، هتلاقي نفسك بتطلع من مستوى مبتدئ لمستوى خبير. بمجرد ما بقيت انت خبير هتاخد تصاميم وهتاخد شغل بتاع ناس تقيلة، وطبعا الناس التقيلة دي بيدفعوا، فبالتالي هتلاقي نفسك بتاخد الارقام اللي انت بتسمع عنها. لكن عمر ما هيكون مستواك مبتدئ وتخش شغلانة ب 500 و 800 دولار. مستحيل. فهمت؟ طب لا، انا مثلا بقول الرقم ده لان الرقم ده رقم كبير، هي دي الفكره يعني، فاهمني؟ لان الرقم ده رقم كبير بالنسبه للناس. هو على الاقل هيساعدك في حالتك الماديه. يعني 700 دولار ده مبلغ مش قليل خالص، فاهم؟ في مصر عندك هيعملوا بتاع 21000 جنيه او 22000. فيعني انت تخيل انت تاخد 22000 في مقابل انك بتعمل بس ايه؟ شغلانات بزرار الكيبورد وعلى شاشه الكمبيوتر. انت ما بتعملش حاجه طبعا. فهمت الفكره؟ بس الموضوع مش سهل. يعني انا دايما مش عارف دي ميزه ولا عيب اني بوضح العيوب اللي هتقابلك. يعني انا دايما اوضح لك انت هتاخد 22000 وهتاخد مبالغ مش عارف ايه، بس بوضح لك العيوب اللي هتقابلك، او بوضح لك النقاط اللي انت لازم تاخد بالك منها. النقاط اللي انت لازم تاخد بالك منها زي مثلا على سبيل المثال دي حته مهمه قوي، انك لازم تاخد كفايتك في التعلم. لازم تتعلم كويس جدا، لازم تاخد كورسات كتير. فاهم؟ الكورسات الكتير دي والتعلم الكتير ده هيأهلك ان انت اصلا تشتغل في شركه، وهيأهلك ان انت تبقى فريلانسر وتعمل شغلانات تقيله لناس تقال. فاهم؟ هي الفكره والحنكه في كده. لكن انا ما افرحش وما انفخش صدري وما اقولش ايه خلاص بقى انا بقيت تمام وما اعرفش ليه انت بقيتش تمام. لا، في بروتوفوليو مثلا انت بتملاه، وفي مش عارف ايه، في قصه كبيره. فاهمني؟ يبقى لازم انت كراجل كده واثق من نفسك لازم ببساطه شديده تعرف انت شغال ازاي وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. انا زي ما قلت لك، انا مش بقول لك ان الدنيا جنه والدنيا مش نار، بس هي وسط. لازم تتعب في الكورسات وتاخد كفايتك فيها وتتعلمها كويس. في مقابل كده ببساطة شديدة هتلاقي نفسك ماسك شغلانة بمبلغ محترم. بس لكن يعني حط نفسك انت يا اخي مكان الراجل اللي بينزل الاعلان. هل انا كشركة هشغل واحد معايا معلش انا اسف مستواه بيجنر؟ امال انا انت يا محمد تاخد شغلانات تقيلة. تاخد شغلانات تقيلة لما مستواك يكون كويس. طب مستواي هيكون كويس ازاي؟ زي ما قلت لك، خد كفايتك من انك تتعلم. خد كفايتك قوي
مش كفايتك بس، خد كفايتك على الاخر، خد راحتك خالص واعمل تصاميم واغلط، فاهم؟ وتخيل ان في عميل جالك بيقول لك اعمل لي مش عارف ايه، حط نفسك كأن جات لك شغلانات، فاهم؟ لحد ما تبقى فعلا بقيت على ارض صلبه. بمجرد ما تبقى انت على ارض صلبه خلاص، انت وانت قاعد في البيت هتلاقي التليفونات بترن عليك، قالوا السلام عليكم عايزين تصميم فلان مش عارف ايه، عايزين تصميم، وكل مكالمه من دول ب 500 $600، فاهمني؟ بس انت تقدر تحقق، تقدر طبعا، ولكن انا مش برسم لك الطريق ورد، ولا بفرشه لك ورد، ولا بقول لك مش عارف ايه، لا انا بقول لك خليك في شغلانتك اللي انت بتشتغلها حاليا، ما تسيبهاش، فاهم؟ يعني مش مجرد ما تسمع انت الفيديو ده تمل خلاص بقى لقينا حاجه جاب لنا 22000 ومش عارف ايه، ماشي، هو انا معاك ان هجيب لك 22000 وكل حاجه، بس ما ينفعش تبقى انت ماشي في طريق مش عارف بدايتك من نهايتك. لا، انت ببساطه شديده هو السر كله في كلمه خد وقتك في التعلم، خد راحتك خالص وخد كفايتك خالص، فاهم؟ واسمع كورس واثنين وثلاثه واربعه وعشرة لحد ما بتلاقي نفسك انت بقيت تصاميمك جامده قوي. بمجرد ما تبقى تصاميمك جامده قوي امسك شغلانات تقيله بقى معاك، فاهم؟ انت تعمل بورتفوليو كده حلو ليك على الفريلانس او على اسمه على بيهانس، بالبورتفوليو ده الشغل هيجي لك على لينكد ان بقى، على اي حاجه هتلاقي شغل جاي لك، هتلاقي اجباري. بس زي ما قلت لك اهم شيء انك تقف على ارض صلبه. وانا برضو اللي عاجبني في الفريلانسر ان انت بتقبض بالدولار، وممكن تتعامل مع عميل اماراتي فيقبضك بالدينار الاماراتي، انا ما اعرفش الدرهم الاماراتي او الريال، انا مش عارف الاسامي العملات. طبعا بتتعامل مع عميل كويتي يقبضك بالدينار الكويتي، فاهم؟ فبالتالي انت بتطلع بعمله صعبه، العمله الصعبه دي عندك في بلدك بتساوي كتير قوي، فهتخلي انت بتقبض بالدولار او بتقبض بالدينار او بتقبض بالدرهم او بتقبض بالريال، فاهم؟ كلها عملات صعبه في بلدك، فاهم؟ لا، فهو الموضوع صراحه زي العسل، انا حبه جدا وانا شايفه جميل جدا، ولكن لازم تتعلم، لازم. انا شوف كررت لك كلمه لازم تتعلم دي كم مره عشان اوريك ان الموضوع فعلا مهم وخطير. طبعا المواقع بقى اللي انت ممكن تجيب منها شغل: فريلانسر، ابورك، خمسات، مستقل، كفيل، جروبات الفيسبوك، تعمل لك زي بيج على الفيسبوك، تعمل لك مثلا، لا ده في كتير قوي، يعني مثلا تعمل على مثلا ايه، على لينكد ان، لا يعني على فايفر، حاجات كتير قوي يا جماعه، يعني حرفيا المواقع دي كترت ليه؟ لانها بتقدم خدمات قويه. يعني اقول لك على حاجه، خش كده على فريلانسر اسمه ده على فايفر وشوف انا عايزك تشوف الخدمه، مثلا تلاقي واحد بايعها $50 تلاقيه بايعها 1000 مره. انت عارف 1000 مره 1000 في 50 يعني انت بتتكلم في $50,000 امريكي. انا لو هقول لك الراجل ده كسب كام دلوقتي، ثواني، انا ما اعرفش النهارده الدولار بكام في الوقت اللي انت بتتفرج على الفيديو، ومش عارف اصلا النهارده بكام، بس انا فاكر ان هو كان ب 30 جنيه مثلا. فانت بتتكلم 50,000 في 30 ب 150 ولا بكام؟ مليون ونص. فانت شايف ارقام فلكيه، وارقام انت عمرك ما هتعرف تعملها الا اذا مشيت بالطريق اللي بقول لك عليه. طبعا في طرق كتير، ولكن انا بقول لك الطريق السهل والمتاح، فاهم؟ سهل انك تتعلم وتجيب كورسات وتفهم وتخزن ساعه ساعتين كل يوم للموضوع ده، هتلاقي نفسك في نهايه المطاف الدنيا ظبطت معاك والدنيا بقت حلوه. بس يا شباب اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى كنت جبت لكم النهايه في الموضوع ده، والسلام عليكم، باي باي يا شباب.